السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي محبي نادي الملكي العظيم. قبل ما نبدأ أي شيء صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ أخبارنا حالا. صدمة كبيرة لمحمود الخطيب في 2017. جوهر نبيل كان ضمن قائمة الخطيب لكنه أعلن انسحابه قبل الانتخابات من خلال بوست على الفيسبوك. قال فيه إن انسحابه بسبب عدم التزام قائمة الخطيب بقيم ومبادئ الأهلي. البوست عمل ضجة كبيرة واتقال وقتها إن قرار انسحابه كان بالاتفاق مع محمود طاهر منافس الخطيب. وبعدها أعلن جوهر تعرض حسابه للاختراق إلا إنه تهمش بعد نجاحه، وكان مجرد كمالة عدد في المجلس لأنه في نظرهم خان القايمة. وفي انتخابات 2021 الخطيب استبعده من قايمته، ولكن هذا لا يمنع سياسة. مهما كان اسم وزير الرياضة في السياسة واحدة واتشال من منصبك زي طاهر أبو زيد. اللي خلاهم يرادوا إمام عاشور نفس السبب هيكون سبب رحيله، لأنه سبب واضح لو ظهر، مع إنه معروف للجميع. أنا الزمالك، ولما أقول أنا الزمالك فدي مش جملة حماسية تتقال في لحظة انفعال. دي حكاية عمرها أكتر من قرن، حكاية نادي اتولد من رحمة تحدي وكبر على صوت الهتاف واتربى على إن الكبرياء مش اختيار، الكبرياء طبع. الزمالك مش مجرد فريق بيلعب 90 دقيقة، الزمالك فكرة، والفكرة عمرها ما بتموت. ناس كتير حاولوا يقنعوا الجمهور إن الزمالك انتهى، إن الزمالك خلص، إن الزمالك بقى ذكرى، لكن الحقيقة اللي محدش يقدر يغيرها إن الزمالك كل ما يقع يقوم أصلا، وكل ما يحصروه يطلع أقوى، كل ما يضايقوه عليه يتسع في قلوب جمهوره أكتر. الزمالك هو النادي اللي ممكن يعدي عليه زمن صعب، أزمات مالية، قرارات، إيقافات، ضغط إعلامي، هجوم، تشكيك، ومع ذلك تلاقي مدرجاته مليانة وتلاقي جمهوره واقف يقول إحنا وراك حتى لو الدنيا كلها ضدك. وده الفرق الحقيقي في أندية بتكسب عشان الناس تحبها، وفي أندية الناس بتحبها عشان هي منها. والزمالك من النوع التاني، جمهور الزمالك مش جمهور نتائج، جمهور الزمالك جمهور انتماء، جمهور يعرف يعني ايه تمشي في عكس التيار، ويعني ايه تشجع فريق مش دايما الطريق مفروش قدامه بالورد لكن مفروش بالكرامة. الإعلام ممكن يقلل المنافس، ممكن يسخر، والظروف ممكن تضغط، لكن في حاجة واحدة عمرها ما اتكسرت: روح الزمالك. الروح اللي خلت نادي يتقال عليه ميت ويرجع يقف ويقول أنا هو لسه هنا. الزمالك مش نادي الرفاهية، الزمالك نادي الشخصية، والشخصية عمرها ما بتتشاف في أوقات الراحة، الشخصية بتبان وقت الشدة، وقت ما الدنيا تقفل، وقت ما الكل يستنى سقوطك وتفاجئهم إنك لسه واقف. الزمالك لا يعيش بالظروف، الزمالك يعيش رغم الظروف. يا لعيبة الزمالك انتوا مش 11 لاعب بس، انتوا قدامكم تاريخ ووراكم ملايين، وراكم ناس بتفرح بفرحتكم بصدق وبتزعل لزعلكم بصدق وبتستحمل عشان تشوف يوم الفرح راجع. الناس دي مش مستنية منكم معجزات، مستنية تشوف روح، تشوف قتال، تشوف عرق، تشوف إحساس بقيمة القميص. لأن قميص الزمالك مش قماش، قميص الزمالك ذاكرة، دموع ليالي طويلة وهتاف ما بيخلص. واللي فاكر إن الزمالك ممكن ينكسر يبقى ما يعرفش الزمالك. الزمالك ممكن يتعب لكن ما بيستسلمش، ممكن يتأخر لكن ما بيغيبش، ممكن يهدى لكن عمره ما انتهى. الزمالك ليس الأقوى دائما لكنه الأصعب دائما. في النهاية سيظل الزمالك ناديا يغضب منه خصومه
لأنه لا يموت، ويغضب منه البعض لأنه لا يشبههم، ويغضب منهم جميعا لأنه يرفض أن يكون نسخة من أي أحد. أنا الزمالك اسم يهز وجدان عشاقه ويربك منافسيه، ويثبت كل يوم أن الحب الحقيقي لا تحكمه بطولات فقط، بل تحكمه الكرامة. الزمالك، الزمالك. تعديل عقد وترضية لإمام عاشور خوفا من تهديده هو وآدم وطني. بنسبة كبيرة عوض هيكون في قايمة الزمالك استعدادا لمباراة سموحة، وهناك تفكير من الجهاز الفني الدفع بيه أساسيا في المباراة. عرض رسمي من الدوري الليبي مقابل 500 ألف دولار لشيكو بنزا، لكن الزمالك رفض البيع بهذا الرقم ويريد الحصول على رقم أكبر. أنا كمشجع زملكاوي شايف المبلغ مناسب ولا أقل. الزمالك تعاقد مع شيكو بنزا من أستريلا أمادور البرتغالي مقابل 800 ألف دولار. عبد اللطيف فوزي عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع محمد طارق قضا: تواصلت مع أكتر من مصدر في الزمالك بسبب الأزمة اللي انفجرت في الساعات الماضية بخصوص ميعاد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر. الناس في نادي الزمالك شايفين إن اتحاد الكرة زانق الفريق في وقت حساس، وعشان نبقى بنوضح الصورة بشكل كامل، الكاف في وقت إعلان القرعة عبر حساباته الرسمية وضع جداول دوري أبطال أفريقيا. دوري المجموعات يقام 3 أيام، يعني مثلا الجولة الأولى 21 و22 و23 نوفمبر، عكس الكونفدرالية اللي الكاف لما أعلن عنها كانت في تاريخ واحد فقط، وهو على سبيل المثال الجولة الأولى 23 نوفمبر والتانية 30 نوفمبر وهكذا. فيما يخص مجموعة الزمالك، هي لعبت 3 جولات لحد دلوقتي يوم الأحد بشكل طبيعي إلا جولتين، والزمالك شايف إن السبب فيهم اتحاد الكورة. أول حاجة كانت الجولة التانية، ودي كانت مفروض تقام يوم 30 نوفمبر 2025، لكن كابتن حلمي طولان وقتها كان طالب يسافر بدري عشان كأس العرب هيبدأ 1 ديسمبر، تاني يوم الماتشات دي، وهو عنده أول ماتش 2 ديسمبر. وقتها المصري لعب الجمعة قدام زيسكو بزامبيا، والزمالك لعب السبت قدام كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا. وهنا الزمالك منزعج من الفكرة دي، وهي إيه؟ إن وقتها الجولة اللي عليها أزمة حاليا كانت مفروض تتلعب وقتها قبل المباراة دي، وهي الزمالك ضد سموحة والأهلي ضد الإسماعيلي، لكن بسبب تقديم المباريات دي فاضطرت رابطة الأندية تأجيل المباراة دي، وضعها في فبراير الحالي 11 و12 على أساس المباريات هتتلعب على تالت يوم مش تاني يوم. فبرضه تحديد لمباراة الزمالك السبت مش الأحد، وبناء عنها اتحاد الكرة وضع الثلاثاء كأس مصر، وده كان سبب اعتراض الزمالك اللي هو شايف إنك أجلت قبل كده عشان مصلحة الكرة المصرية. ورغم إني كنت ممكن ألعب المباراة دي في ميعادها في نوفمبر بدري حتى لو اتعثرت في الكونفدرالية اللي بالفعل هو تعثر بالتعادل وقتها، لكن هيبقى عنده فرصة تعويض. لكن دلوقتي رافض تأجيل رغم إني بلعب مباراة حاسمة في مصير التأهل في البطولة، عكس اللي عملته في شهر نوفمبر. وكمان اتحاد الكرة زنق الفريق بمباراة كأس مصر بعدها، فأصبح الزمالك عنده 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة تحدد مصيره. محمد طارق قضى عبر برنامج الماتش على صدى البلد: طيب حد هيرد يقول لك الزمالك ليه طلب تأجيل مباراة سيراميكا قبل كده، لكن وكأنه لعبها بعد أفريقيا زي ما المصري لعب وبيراميدز وخلصوا منها. عبد اللطيف فوزي عبر قناة صدى البلد: الزمالك ما طلبش التأجيل لأن الميعاد لم يحدد أصلا. رابطة الأندية أجلت مباراة الأندية اللي ليها لعيبة في المنتخب بعد تأهل مصر إلى نصف نهائي أفريقيا، لكن سيراميكا كليوباترا ملوش لعيبة في المنتخب، فماتش اتأجل مباراته قدام الاتحاد السكندري في الدوري، فكان صعب أصلا اتحاد الكرة يحط مباراة كاس لنادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا عنده لقاء في الدوري، فبالتالي الزمالك لم يحدد ليه
موعد عشان يرفضه أو يطلب تأجيل الكاس. والزمالك كمان حاليًا معترض على توقيت المباراة نفسه، ليه 14:30 في مباراة في كأس مصر اتلعبت 17:00 ممكن ألعب كده. فده الوضع بشكل كامل اللي أغضب نادي الزمالك اللي هيواجه أسبوع صعب. نتعرف على وزيرة الإسكان الجديدة المهندسة رندا علي صالح المنشاوي. هي شخصية قيادية لها سمات بارزة في الجهاز الحكومي، تحمل خبرة طويلة في العمل العام والإداري والتنفيذي، خصوصا في مجال البنية التحتية والمرافق وقطاعات الإسكان والاستثمار المختلفة. المنصب والأدوار الرئيسية: تشغل حاليا منصب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، حيث تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والسياسات الحكومية، بالإضافة إلى تنسيق العمل بين الجهات المختلفة داخل الدولة. كانت أيضا نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولة عن المتابعة والمرافق داخل الوزارة. كما تولت من قبل العديد من المناصب القيادية داخل الجهاز الحكومي. المسيرة المهنية والخبرات: حصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وعملت منذ تخرجها في أدوار تنفيذية وإدارية مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات. قادت فريق العمل لمتابعة المشروعات القومية، وكان لها دور بارز في المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، من خلال متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات على مستوى المحافظات. ترأست وحدة حل مشكلة المستثمرين بمجلس الوزراء بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر. شاركت في تقديم السياسات وطلبات الحلول المتعلقة بالاستثمار والتنمية في اجتماعات حكومية رفيعة. تعد المنشاوي من الوجوه التنفيذية المهمة في الحكومة المصرية في ملفات المتابعة التنفيذية للمشروعات القومية، تنمية الريف، الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة. صدمة كبيرة لمحمود الخطيب في 2017. جوهر نبيل كان ضمن قائمة الخطيب، لكنه أعلن انسحابه قبل الانتخابات من خلال بوست على الفيسبوك قال فيه إن انسحابه بسبب عدم التزام قائمة الخطيب بقيم ومبادئ الأهلي. البوست عمل ضجة كبيرة، واتقال وقتها إن قرار انسحابه كان بالاتفاق مع محمود طاهر منافس الخطيب. وبعدها أعلن جوهر إن حسابه اتعرض للاختراق، إلا أنه تهمش بعد نجاحه، وكان مجرد كمالة عدد في المجلس، لأنه في نظرهم خان القايمة. وفي انتخابات 2021 الخطيب استبعده من قايمته، ولكن هذا لا يمنع سياسة. مهما كان اسم وزير الرياضة في السياسة، واحد قبل كده اتشال من منصبه زي طاهر أبو زيد. كلام تقيل، وكلام لمّا يتقال في نادي زي الأهلي ما يعدّيش مرور الكرام. الدنيا ولّعت وقتها، تحليلات، كلام، اتهامات، تساؤلات. ناس قالت إن الموضوع مُرتّب، وناس قالت إن في اتفاقات تحت الترابيزة، وبعدها خرج كلام إن الحساب اخترق. روايات كتيرة، لكن الحقيقة الوحيدة إن الصورة اتشقّقت قدّام الناس، واللي كان متغطي بان. وبعد الانتخابات خلصت والخطيب نجح، فجأة جوهر نبيل بقى موجود، لكن مش موجود. اسم في المجلس لكن بلا تأثير، بلا دور حقيقي، كأنه مجرد رقم في كشف حضور. ودي حاجة في عالم الإدارة معناها واضح: اللي يخرج عن الصف مرة ما يرجعش زي الأول أبدا. ولما جت انتخابات 2021 الصفحة اتقفلت تماما واستبعد من القايمة. وكأن الرسالة كانت واضحة: اللي يغلط مرة مش هنسأله. لكن القصة هنا مش قصة شخص واحد، القصة أكبر من كده بكتير. القصة إن الكورة في مصر عمرها ما كانت كورة بس، الكورة عندنا سياسة، مصالح، توازنات، وترتيبات. واللي يفتكر غير كده يبقى طيب زيادة عن اللزوم. بدليل إن المناصب نفسها مش ثابتة، الوزير نفسه ممكن يتشال في لحظة لو المعادلة اتغيرت. التاريخ مليان أمثلة، وأقربها طاهر أبو زيد، اللي كان في يوم من الأيام ماسك الملف وفجأة بقى خارج المشهد تماما. كأن الكرسي نفسه عنده مزاج، يوم يرضى عنك ويوم يقلب عليك. ومن هنا تيجي السخرية الكبيرة. ناس كتير بتتكلم عن المبادئ وكأنها شعارات محفوظة، لكن أول اختبار حقيقي
تلاقي المبادئ دي بتتبخر أسرع من بخار الشاي. الكلام سهل، لكن الثبات على الكلام ده هو اللي صعب، وده اللي بيكشف المعدن الحقيقي لأي منظومة. ومن زاوية مشجع زملكاوي الصورة أوضح وأقصى، لأن جمهور الزمالك اتعود يشوف المشهد من بعيد ويفهمه، اتعود يشوف مين بيتدلع ومين بيتحاسب، مين الطريق بتفرش له ورد ومين بيتحط له شوك. واللي بيضحك بجد إن بعض الناس لسه بتحاول تقنع الجمهور إن كل حاجة ماشية بالقانون والمساواة والعدالة الكاملة، وكأن الجمهور لسه عايش في زمن الأبيض والأسود، مش شايف ولا سامع. الحقيقة إن الزمن اتغير والجمهور بقى فاهم وبيقرأ بين السطور وبيفهم الإشارات قبل الكلام. والدرس الحقيقي من حكاية جوهر نبيل مش هو مين كسب ومين خسر، الدرس الحقيقي إن الكرسي ما بيعرفش أصحاب، وإن المصالح عمرها ما كان ليها وفاء، وإن اللي بيتصور إنه جزء من الصورة ممكن في لحظة يلاقي نفسه خارج الكادر كله. وفي النهاية أقصى حاجة مش إنك تخسر مباراة، أقصى حاجة إنك تكتشف إن الصورة اللي كنت شايفها مثالية طلعت مجرد ديكور، وإن الكواليس أحيانا بتكون أصدق بكثير من الميكروفونات والخطب والتصريحات. وده اللي بيخلي أي صدمة حتى لو اتغطت بالكلام تفضل محفورة في الذاكرة، لأن بعض الحكايات ما بتموتش، هي بس بتسكت شوية لحد ما يجي وقت وتتحكي من تاني. 36 فرصة صنعها الزمالك في 7 مباريات تحت قيادة معتمد جمال، 17 منهم في مباراة واحدة وهي كهربة الإسماعيلية. شيكو بنزا يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك للدوري الليبي. يسعى نادي الزمالك من الآن على رفع القيد، وخلال الفترة المقبلة سيتم الوصول لحلول مع اللاعبين والمدربين اللي مستحقات ليهم على النادي وحصلوا على أحكام. جون إدوار يتكفل بسداد 60,000 دولار لاحتواء أزمة الجهاز المعاون الأجنبي لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ استقدامهم بعد تحملهم طوال الفترة الماضية. خلصت أخبارنا أحبائي عشاق نادي الزمالك، نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير ودمتم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.